يناقش البرلمان اليوناني مشروع قانون شامل تقدمت به الحكومة لإعادة تنظيم الهجرة الشرعية، ويفتح القانون الجديد الباب أمام تسهيلات واسعة للمهاجرين سواء في الإقامات أو في العمل. ويتضمن القانون بنودا تنص على تشديد غير مسبوق لمواجهة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب. التقرير التالي وفيه المزيد من المتابعة مع مراسلنا في اليونان عبد الستار بركات. مشروع قانون شامل طرحته الحكومة اليونانية لإعادة تنظيم الهجرة القانونية في محاولة لموازنة احتياجات الاقتصاد الوطني مع تجديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية. ويعد المشروع الجديد بتسهيلات واسعة في الإقامات والعمل مقابل عقوبات صارمة ضد شبكات التهريب ومخالفات بنود الإقامة في البلاد. حاليا القانون مطروح للنقاش العام في البرلمان، وقد جرى التصويت عليه من قبل اللجان المختصة، ونحن قمنا ببعض التدخلات الجوهرية، إذ أن القانون يسهل إجراءات الإقامة ويضع حداً للتأخيرات الكبيرة التي كانت تشهدها عمليات إصدار وتجديد الإقامات. كذلك يفتح المجال أمام بعض أنواع الإقامات المرتبطة بقطاع السياحة والطلاب، وهو ما نعتبره خطوة إيجابية. مشروع القانون يهدف إلى تبسيط إجراءات تصاريح الإقامة والعمل وتقليص التعقيدات البيروقراطية التي عانى منها العمال وأصحاب العمل لسنوات، كما يسعى إلى تسريع استخدام العمالة الأجنبية لسد النقص الحاد في العديد من القطاعات. نحن في صدد مشروع قانون في اليونان لم يسبق له الصدور منذ 40 عام، حيث أنه يناقش نقطتين في غاية الحساسية متعاكستين. النقطة الأولى وهي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإحنا عارفين الهجرة غير الشرعية خط أحمر لدول المصب كما أنها خط أحمر لدول المنبع، ومن باب أولى أن تكون خط أحمر لولي الأمر حيث أنه يضحي في ذويه. النقطة الثانية اللي بيناقشها مشروع القانون وهي سد عجز العمالة في اليونان من خلال التشريعات التي أصدرها والمطلوب منها التصديق عليها من البرلمان. ويتضمن القانون الذي يناقش هذه الأيام مسارات جذب العمال بطريقة قانونية في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة، وهي القطاعات المتأثرة بأزمة اليد العاملة، فيما تؤكد الحكومة أن التنظيم الجديد سيساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. بين تسهيلات مدروسة وتجديد صارم، تسعى اليونان إلى صياغة سياسة هجرة متوازنة تجمع بين متطلبات الاقتصاد وأمن الحدود. من أثينا عبد الستار بركات، القاهرة الإخبارية.